السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هنعمل مع بعض الكبدة. معانا بقى بصل كتير متقطع، هم حوالي بصلتين، وفلفل حامي على بارد، ومعانا فصين توم او يعني حبة توم كده حلوين على حسب ما انتوا تحبوا، ومعانا ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة. حاجات بسيطة جدا. وكبدة طبعا عصافير متقطعة تقطيع عصافير. على النار هنا نجيب الحلة عليها التوم، طبعا يدوله تشويحة كده حلوة لحد ما التوم يصفر. عايزين التوم ايه؟ يبقى اصفر كده ذهبي جميل. ما يا جماعة يا ريت يا ريت ما يغمقش عشان ما يمررش معانا في الكبدة. هنقلب كده زي ما حضراتكم شايفين معايا الزيت. يا سلام بقى كمان لو في حتة ليا هتخلي الكبدة دي ايه بقى، بسم الله ما شاء الله. هنا عندنا التوم اصفر زي ما انتم شايفين، هو ممكن مش باين عندكم في الكاميرا بس قدامي انا باين ان هو ايه، اصفر. هننزل بالخل، نطفي عليه. تخيلوا بقى ان الطشة دي بتخلي الكبدة بسم الله ما شاء الله. والله العظيم لو جربتوها يعني هتحبوها جدا وهتدمنوها. هنا معلش البخار طلع على الكاميرا فايه، خلى الصورة كده مشبرة اكنها عليها شبورة، فعذرا يعني الحاجة زي كده. هنا بقى نزلت بالكبدة على طول وهي الحلة سخنة والخل موجود. الخل موجود مع التوم، نزلنا بيها على نار طبعا سخنة جدا على اكبر عين عندي، لحد ما ايه اديناها تشويحة كده حلوة بحيث انها تشرب ما تنزلش ميتها. هنا بوريكم كده حطيت الكبدة على مرتين، على جزئين يعني. الجزء الاولاني غير لونه زي ما حضراتكم شايفين معايا كده، والجزء التاني اهو اديني ايه بنزل بيه. وهفضل طبعا اقلب لحد ما الكمية كلها تاخد لون، والكمية كلها ايه تدخل في السوا. بعد كده ان شاء الله هنزل بقى بالبصل اللي متقطع ايه جوليان. انا مقطعه يا جماعه بصلتين معايا هنا، بحيث ان الكميه تبقى كتيره شويه، وبحيث ان هو بيديها طعم جميل. ماشي. هنا بوريكم ان انا بحط الكبده بحيث يعني يا ريت ما نزنقعش في بعض. كل ما الحاجه تكون واسعه او طاسه واسعه يكون افضل طبعا، لان هي الحاجه بتاخد راحتها وسواها براحتها وهكذا. هنا بقى بقول لكم بقلب اهو، وبوريكم ان الايه الكبده غيرت لونها. فبعدين زي ما قلت بقى لحضراتكم ايه هنزل بالبصل. بعد كده البصل هيدبل ان شاء الله، ويقوم ايه انزل بعد كده اخر حاجه بالفلفل. هنا بوريكم ان انا حطيت كمون، وبعدين احط التوابل بتاعتي كلها، ملح وفلفل اسود كزبره وشطه. اللي عايز شطه يحط. انا كده انا حطيت شطه برضو، كان معايا برضو فلفل حامي على بارد، فلازم احط سنه شطه كده يعني عشان تديها لسعه جميله حلوه. طبعا انتوا عارفين ان الكبده الناس كلها بتحبها، يعني فيها نسبه شطه كده بسيطه، كل الاطفال والكبار وكله. هنا بوريكم نزلت بالبصل للتقطيع جوليان اهو زي ما حضراتكم شايفين. هفضل طبعا اقلب فيه لما يعني ايه ياخد لون كده، يدبل بمعنى اصح، يدبل كده ويصفر. وفي الاخر طبعا لازم انزل ايه بالفلفل، لان الفلفل طبعا طبيعي عارفين ما بياخدش ايه وقت زي البصل. وبعدين انا مش عايزه اهو بوريكم هنا البصل. بصوا البصل شكله عامل ازاي، دبل ازاي بعد ما كان كتير وهايش ما بقاش موجود اصلا، حس من الظهر. شفتوا الفلفل بقى نزلت على الفلفل بخطيرة، خليها شكلها بجد جميلة. الالوان دي خليها شكل الكبدة بجد حلوة قوي. والريحة بقى لو واقفين معايا في المطبخ كنت شميت الريحة الجميلة الممتازة بتاعة الايه الكبدة. هنا بقى اوريكم ان مش شرط، ان مش عايزينها ان الفلفل يدبل، لا، عايزين الفلفل يبقى لونه كده ايه اخضر زاهي وجميل. زي ما قلت لكم ده مقطع فلفل قرن حامي على بقرن بارد. هنا بوريكم النهايه، الكبده خلاص خلصت واستوت. بوريكم ده شكلها النهائي. ومتنسوش بقى اللايك والشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله.